السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي هتشوفوا فيه الفيديو دوت. طبعا زي ما انتم شايفين الفيديو دوت انا مصورة جزء منه عن طريق الكاميرا بتاعة البيت، وده لعدة اسباب هقولها لكم في اثناء الفيديو ما هو شغال. طبعا ده ابن عم زوجي ودي زوجته. طبعا اليوم دوت كان يوم مشحون بالزيارات. ده بسبب ان العملية بتاعت زوجي قربت، فطبعا الناس كلها جت تزوره، الأهل الأصدقاء والطلبة بتوع زوجي جم عشان يزوروه. اليوم دوت كان جروب بيسلم جروب، كان البيت كله مليان، بس للأسف أنا ما كنتش موجودة. يمكن في الوقت لما ابن عمه وزوجته جم أنا كنت موجودة ساعتها. حماتي بعتت معاهم، هم طبعا جابوا هدايا، وحماتي بعتت لي معاهم حاجه حلوه قوي قوي هقول لكم عليها بعدين. طبعا زوجته اول ما جت حطتهم وسالتني ايه رايك نحطهم ازاي، نعمل ايه، مش عارفه ايه الكلام ده. فانا وهي حطيناهم ونظمناهم مع بعض. وبعدين انا صراحه ما قدرتش اقعد كتير، استأذنت بسبب ان انا رايحه عشان خاطر العمليه بتاعت زوجي، ففي اوراق لازم نستخرجها واوراق لازم نعملها ونخلصها. فانا رحت مع يعني حد من الولاد، رحنا نخلص الورق دوت، فانا استأذنتهم وخرجت. لحد كده انا ما كنتش عامله حسابي ان انا هصور فيديو ولا اي حاجه، ما كنتش عارفه ان في ناس كتير هتيجي اليوم دوت. لكن بصراحة اليوم دوت بقى بعد ما رجعت لقيت الناس جايبين لنا هدايا كتير، وزوجي كان مبسوط جدا ان في ناس جت تزوره. بسبب طبعا ان المستشفى يا جماعة ممنوع اي زيارات، انت بتسلم المريض بتاعك من على الباب، لان احنا عندنا لسه ما زال في كوفيد منتشر برضو، فممنوع الدخول في المستشفى. انت بتسلم المريض من على الباب، وبعد كده بيبقى كل تطمئن عليه عن طريق التليفون. ممنوع ان انت تروح له زياره. فطبعا لو هو دخل عمليات محدش هيشوفه، فطبعا هم حبوا ان هم يجوا علشان يزوروه قبلها يعني. فطبعا بعد ما رجعت شفت في الكاميرا، رجعت الفيديو عايزه اشوف مين اللي جاب ده ومين جاب ده ومين جاب ايه ومين اللي جه. طبعا زي ما شايفين حد معلق لي كيس اهو، الكيس الابيض كمان، الكيس الابيض بس يا جماعه، لكن الشنطه الاسوده بتاعتي، الكيس اللي محطوطه ديت بلس الحاجات اللي حماتي بعتاها زي ما انا قلت لكم. زوجة ابن عمه حطيتها ورتبتها يعني وكده، وقالت لي ايه رايك، وانا وهي قعدنا ننظم مع بعض وحطيناهم، لاني ما كانش عندي فكره لحد دلوقتي ان انا هصور الفيديو. لكن بعد ما الناس مشيت وبعد ما انا رجعت وعدت الفيديو قلت لا تمام انا هصور بقى فيديو، فشلتهم وهوريكم بقى يعني هنعرف كل حاجه. طبعا كده الناس بدات تيجي، كنت انا بقى في الوقت دوت استأذنت ومشيت. طبعا بدأت دول طلبة، دول جروب من الطلبة جم طبعا جايبين معاهم برضو هدايا وجايين يعني حتى لو هم جايين كفاية ان هم خايفين على زوجي وبيحبوه. انا عايزة اوريكم قد ايه حب الناس لزوجي. طبعا جايين شايلين ومش شايلين، بصراحة ربنا يعني يسترها معاهم يا رب ويحفظهم. طبعا هم اول ما دخلوا حبوا ان هم يقولوا الدعاء يعني لزوجي. هم طبعا دايما دايما بيحبوا ان هم يخصصوا يعني جزء من يومهم وجزء من حياتهم وكده للقرآن ولقراءة القرآن والى اخره. فطبعا هم حابين ان هم يدعوا لزوجي. طبعا زي ما انتم شايفين انا كنت بتمنى او ان انا ابقى موجودة بصراحة، لكن للاسف ما كنتش موجودة بسبب ظروفي يعني اللي انا قلت لكم عليها. كان لازم بصراحة ان انا اروح في الوقت دوت عشان اخلص اوراق معينة. فهو ده يا جماعة اللي حصل. طبعا بعد كده يا جماعة جروب كان بيسلم جروب بيسلم جروب، ف لدرجة ان انا عندي الكراسي ما كانتش مكفية من كتر الناس، فكانوا قاعدين على الارض زي ما هي قاعدة على الارض دلوقتي. فانا ما حبيتش بصراحة ان انا اصورهم وهم قاعدين على الارض، فخلينا نخش لجزئية. طبعا انا اتضايقت جدا بصراحة ان انا ما كنتش موجودة. طبعا بص هو بيشاور لها يعني نسيوا السعر متعلق على البوكس اللي هم جايبينه الهدية ده، فهو بيشاور لها ان السعر موجود. فبصوا هي دي على فكرة بنوتة يعني عندها 22 سنة. بصوا اهي هتقطع اهي بتقطع السعر اهو، هتشد طبعا ورقة السعر اهي اوكي هتقطعها.
طبعا كشفتهم انا في الكاميرا، يعني والله ناس فعلا يعني عندهم احساس جدا. بدأوا بقى طبعا اللي هم كانوا جايين من القبلة، اللي هو ابن عم زوجي وزوجته، هيبتدوا ان هم يمشوا، يستأذنوا، وبعدين هيبتدوا ان هم يمشوا بحيث يفضوا. طبعا بصوا هو طبعا الباقيين بقى هيدخلوا، دول طبعا اللي لسه جايين هيقعدوا بقى ياخدوا وقتهم، وطبعا بعدهم هيجي جروب تاني. بس يا جماعة خلينا بقى نشوف بقى الموقع، يعني الجزء اللي بعد كده، الجزئية اللي بعد كده. هم بدأوا طبعا بصوا شافوا من الشباك ان في ناس كتيرة، فبدأوا ان هم يتخروا مع بعض عشان يفضوا مكان للناس التانية اللي جاية. طبعا الناس اللي هتيجي طبعا هيبقى كتير اكتر من كمية الكراسي اللي عندي، فيبتدوا ان هم هيقعدوا على الارض، فانا مش حابة ان انا اجيبهم هم قاعدين على الارض، فخلينا ننتقل لجزئية تانية. طبعا يا جماعة بقى ايه هنشوف دلوقتي جابوا ايه. خلينا بقى نتفرج. تعالى فين الصينية الكون؟ هات الصينية الاول، الصينية اللي كنت انا حطاها هناك. طبعا زي ما انتم شايفين شكلها حلو قوي. الصندوق ده خشب على فكرة يا جماعة، اللي يعني البوكس ده كله خشب. بصوا شكله حلو قوي. خلينا نشوف حاجة حاجة الاول. طبعا فضي ده الاول، الفضي دوت، ايوه اللي هو ده الفاكهة دي. طبعا يا جماعة السفنجي انتوا عارفينه. الفاكهة دي طبعا كنت عملت عليها ريفيو قبل كده، بس ممكن في بعض الناس مثلا ما شافهاش. الفاكهة دي اسمها ايه الكون؟ شامبو. لوك شامبو. دي اسمها لوك شامبو يا جماعه. ده لو انتوا عندكم في بلدكم نوع الفاكهه دوت، اهو بصوا شكلها بيكون كده. انا عملت عليها ريفيو قبل كده. لو انتوا عندكم نوع الفاكهه ده اكتبوا لي بتحبوه ولا لا، اكتبوا لي في البلد اللي انتوا فيها اسمه ايه. طب افتح بقى الكيس ده الاول. طبعا البرتقال انتوا عارفينه اللي هو استفندي. وريني بقى هنا الشنطه حطوهم على الترابيزه اللي قدامك. تمام. ده كمان ده سنبوب، ده جايبين فيتامين. ده فيتامين اللي هو ملكات النحل يا جماعه، غذاء ملكات النحل. ده فيتامين كبسولات ملكات النحل. ده ايه؟ بسكت كوكي. كوكيز ده يا جماعه، ده كوكيز. اوكي تمام. مش عارفه والله. افتح كده نشوف ده ايه. ده ايه؟ ادوات. يعني ايه ادوات؟ دواء. دواء. انت بتقولي ادواء، انت بتقولي ادواء. ده زي فيتامينات. حطها بقى هنا. لا وافتحها اشوفها برضه. اوكي. ده كمان يعني بصوا فيتامينات بقى، اعشاب وحاجات كتيره. دي مسموح بيها يا جماعه من غير وصفه طبيه، يعني ما تقلقوش. دي اعشاب وفيتامينات. تمام. وده ايه ده اللي جوه؟ بلح صح؟ بلح. ده بلح عجوه. بلح يا جماعه. وتمام. اوكي. حطهم بقى، رجعهم تاني في مكانهم. رجعهم وارجع لكم مره تانية. يلا هنفتح بقى ده يا جماعه ونشوف ده البوكس دوت فيه ايه. والله شكله حلو قوي. زق الطبق بتاع الشامبو بعيد شويه. افتح بقى دوت ونشوف جواه فيه ايه. هنفتح بقى حاجه حاجه ونشوف ده البوكس جواه فيه ايه. العلبه فيها فيه. المفروض ابدا من تحت. مش مشكله، ابدا مكان ما تبدا من فوق احسن، لانك هتشد من تحت اللي فوق هيقع، لانه معمول بشكل هرمي. بصوا يا جماعه طبعا بصوا اللفه بتاعت الصندوق. اوعى كده قدامنا. بصوا شكلها حلو قوي. بصوا اللفه بتاعته يعني جميله بجد. اوكي هبدا. هتبدا من ورا هيقع اللي قدام. والله بجد. طب هعمل ده عسل. ده عسل ابيض يا جماعه. 100%. ده ده عسل غذاء ملكات النحل. ده عسل. اوكي. ده هيهيص يعني. ايه تاني؟ ده ايه بقى الاول اللي ما اعرفش. ده اللي في الازازه. في كذا نوع كمان طعم قصدي. بس يا بنبش. بص طالع، بص اللي طالع يسابق هو كمان على الصندوق. لا انزل. مالكش حاجه فيه. في كذا نوع. استنى هسال زوجي ده ايه يا جماعه، ارجع لكم تاني. ده يا جماعه مكمل غذائي.
اللي هي الازايز الصغيره ديت. ده مكمل غذائي، عامل زي ما يكون عارفين السريلاك يا جماعه، زي السريلاك حاجه زي كده يعني، بس دي بتتاكل بالمعلقه او بتتشرب. بتكون فيها فيتامينات والحاجات ايوه بالظبط، فيها انواع فيتامينات يعني مختلفه. تشربوها يعني تحس ان ايه مر شويه فريو. مش مر، مززه. قصدي فيها بقى بصوا يعني بصوا كل واحده بطعم مختلف عن التاني. يلا ده ايه دي؟ جام تقريبا كده. دي ايه؟ جام دي دانيش ستروبري مربى. مربى مظبوط. مربى يام ستروبري. مربى يا جماعه. مربى فراوله. تمام مظبوط. ودايره. ده عصير. عصير ما تقلقوش يا جماعه، هوريكم الهديه بتاعت حماتي، بس استنوا عليا دلوقتي. ده اسمه مشروبات بتاعت البري، بلوبري، جوزبري. 99%. تمام. 97. اوكي عصير، نوع من انواع العصير يا جماعه، بس اغلبيتها يعني ما فيهوش شوجر. ده يا جماعه ده ايه، كافيه ولا شوكليت؟ ديليشيوس شوكليتي ويشيس 50% لو شوجر. كافيه بالشوكليت. بالكوكا. بالكاكاو. قصدي كاكاو. ده كافيه يا جماعه بالكاكاو ولو شوجر، يعني بالبتاع يعني مريض السكر يقدر يستخدم منه عادي. قرب افتحه؟ مش مشكله، مش لازم. اكيد 3 in 1 اكيد. ده عصير برضو تقريبا. ده عصير مناو. عصير ليمون. تمام. يشربوا ممكن يعني ايه 100% يا جماعه كمان. برضو الحاجات ديت يا اما نو شوجر تماما، يا اما لو شوجر. عصير ايه ده؟ نعم هو بلي دي ده عصير ايه يا جماعه؟ بصوا ده استنى كده. ده بحلام. ايه ده؟ عصير بلح؟ بلح. معقوله؟ مظبوط. وريني كده. عصير بلح يا جماعه. تمام. بلح. ماشي اوكي. بصوا شكلها غريب اهو يا جماعه، عصير بلح. اوكي تمام. نبدا من اللي فوق بقى. ايه تاني؟ دي فلاور شادو تي. شاي ياسمين. مظبوط. شاي لا ده كامومايل، ما اعرفش ايه فلاور، نوع من فلاور كده. شاي اعشاب. شاي نوع من انواع الشاي يا جماعه، انا مش عارفه اسمه ايه. شاي بالاعشاب. powder diffusing product is this focus on ده الباودر بتاع يعني ايه اللي هو فيها ايه بيسموه ايه ده، تحطوا الباودر بتحطوا ميه وتشربوه على طول، عارفه ازاي؟ اللي هو بيكون فيه فيتامين زي التانك كده، بس ده عباره عن فيه فيتامين بقى. فيتامين اوكي تمام. يعني فروت كله. اوكي تمام. ابوك هيهيص. ده باودر برضه. ده شكلها نفس الشركه. لا. مش هي؟ دي يعني ايه سولت من هيمالايان. يعني ملح من هيمالايان. ايه الفرق؟ يعني ايه فوائده يعني، او الفرق بينه وبين الملح العادي؟ استني مش عارف الطعم ولا ايه؟ ما اعرفش، يمكن لمريض الكليه او حاجه زي كده، ما اعرفش. وحطها بقى هنا اهوت. اللي يعرف يا جماعه يبقى يعرفنا. اهو ده ملح الهيمالايا. عارفه يعني ايه؟ كاتبين عليه كمان بينك. الملح البينك، ما اعرفش بقى يعني ايه يا جماعه، اللي يعرف يقول لي. جينجر باودر درينك. ده طبعا المشروبات بتاعت جينجر. اهي. اوكي الزنجبيل. قصدي زنجبيل. كلها لازقين مع بعض بقى يا جدعان. تمام. دي كافيه بصوا. دي كافيه. ده كافيه. كافيه النوع من اللينتي. ايوه من اللينتي. ده مش عارفه بالعربي اسمه ايه يا جماعه. يعني انا عارفه ان هو لينتي. حاجه من اللي هي يعني ايه
زي اعشاب. اعشاب، زي اعشاب مفيده جدا للقلب. ده كافيه يا جماعه لمرضى القلب. تمام. قرب. دي كوكي. ده كوكيز. اوكي. كوكي. شكله كده يا جماعه، ده كوكيز اهو. تمام ماشي. اوكي. ده ايه ده؟ دي اعشاب يا اعشاب ميكس مع بعض من هنا من هنا. دي ايه ده؟ اعشاب. ده ايه اعشاب اللي هي بتتشرب؟ تنبوت اللي هي من صويا. ده عامل زي صويا، الصويا دي صح؟ صويا، أيوة. ده صويا. ده صويا باودر يا جماعه. بيتعمل زي ما بيتعمل انتم مع المية شايفين السخنة كده. كده. زي الكافيه يعني، بيتعمل شرب زي الكافيه مع ميه سخنه، وتحطي الباكت وتشرب. صويا صوص. بس دي صويا باودر بقى تمام. ده رايس درينك. مشروبات، مشروب يعني عصير من عصير رز. رز ايوه. عصير من الرز. اوكي. مفيش كوليسترول. ده عصير اهو يا جماعه. رايس درينك. عصير رز. ثانية. خلي دي بعد. ده ايه؟ اوكي هنبدأ من ده الأول. خلاص مش لازم تفكهم عن بعضيهم، انت وريني حاجة يعني وريهم الاتنين مع بعض. لان دول البيتين لازقين في بعض يا جماعة. بصوا اللزق ملازقين. ده ايه ده؟ ده شكله غريب شوية. ده ايه بالسوداني يا جماعة؟ ايه؟ بسكت ولا ده ايه؟ مش بسكت، بيسموه ده بطعم السوداني يعني ايه؟ حاجة بيسموها ايه يا جماعة؟ كاجو مع حاجات، مع كاجو مع الالموند، الحاجات دول مع بعض كلها. حلوية يعني، حاجة أيوة. تتاكل زي حلويات. أيوة. كده. انا مش عارفة ده يا جماعة، انا اول مرة اشوفها بصراحة. في كاجو في لكن دي اللي هي دي اسمه ايه يا جماعة؟ اللي هم بياكلوه بتاع التخسيس ده، اسمه ايه يا جماعة؟ لا نسيت اسمه خالص. عارفينه اللي هو ده ماشي، بس انا مش فاكرة اسمه ايه، بس مش اللي هو ده وخلاص. مش عارفة الاسم، نسيت. وفي ده كمان. نسيت اسمه والله. وبرده مريض السكر حلو ان هو بيعمله الصبح وياكله كده مع لبن كده، بيبقى طعمه حلو كمان. في ده كمان. ده بسكويت. ده بسكت عادي. بسكوت. تمام. اوكي. حط بقى. ادي يا جماعه الحاجات اهي اللي جت. والصندوق بقى، وريني الصندوق بتاع البوكس اللي هو الخشب ده. بصوا يا جماعه، ده خشب. بصوا شكله حلو قوي بجد. بصوا خشب وبايد، وشكله فعلا حلو. جميل. تمام قوي حلو. دلوقتي بقى يا جماعه اوريكم بقى الحاجات اللي انا حماتي بعتها لي. روح بقى هاتي اتقان اول واحده. نسيب بقى القطه دلوقتي. هات اول واحده هوريكم يا جماعه. طبعا هوريكم دول الاول وبعدين نتكلم في الموضوع. حطها حط اهي. دي اول واحده. بصوا يا جماعه، طبعا دي اللي كانت تعتبر طقم مع الصالون. بصوا شكلها. هات التانية اتقان. طبعا دي يا جماعه كانت طقم مع الصالون، وكانت حماتي طبعا انتوا عارفين ان هي اللي مدياني الطقم ده. حطها. دي التانية. فكانت مديهولي ومش مدياني طبعا الاضاءه، معلش، فالاضاءه جايه عشان هنا في النور مركز هنا، فتحسوا ان دي مختلفه عن اللون التاني، بس لا هي نفس اللون. بصوا شكلها يا جماعه. ده شغل، بصوا دي نقوشات بارزه. ده شغل يدوي يا جماعه قديم، يعني ممكن بقالها سنين. بصوا ده شغل يدوي. انا كنت شفتها في مكان اللي هو بيبيع الانتيكات، كانت غاليه جدا جدا. كنت بصراحه نفسي، بس ما قدرتش عشان كانت غاليه. ده طقم مع الطقم بتاعي. لما حماتي ادتني الطقم دوت، ما ادتنيش معاه الفاز بتاعه، فانا كنت نفسي فيها بصراحه، بس قالت لا، كانت ناويه ان هي تديها لسلفتي. فطبعا يعني اما تبقي عارفه انك انت عندك طقم وجزء منه جزء منه عند حد تاني، فطب يا اما تديني الطقم كامل على بعضيه، يا اما ما تدونيش خالص، فاهمين؟ فاللي حصل
كانت هتديه لسلفتي، قالت لا انتوا خدتوا الطقم ده خلاص كفايه، فخلي الفازات بتاعته نديها لحد تاني. ف اللي حصل ان سبحان الله سلفتي ما رضتش تاخدهم، كانت حاطه عينيها على حاجه تانية، فقالت لحماتي لا انا عايزه كذا، يعني اطقم بتاعتنيش يعني، فخدتها وما خدتش ده، فتركنوا عند حماتي. كنت كل ما اروح عليهم اروح عينيا تطلع عليهم بصراحه. فاللي حصل بسمله حطي بقى الورد فيها، حطي بقى طب خلاص تعالي اتقني لي حطهم سيب القط. فاللي حصل طبعا اتركنوا فتره طويله. فالنهارده بصيت لقيتها بقى لما قرايب زوجي جم، بصيت لقيتها بقى، لقيت بعتهم لي معاه. فبصراحه انا بص يا حبيبي، دوس على الورقه اللي من تحت، دوس على الساق اللي من تحت ده، دوس عليه هيدخل على طول معاك. هركبهم يا جماعه وارجع لكم تاني. المهم يا جماعه ان انا النهارده فوجئت ان هي بعتهم لي، انا حطيت فيهم اهو ورد نفس لون الستاره زرعي كده، كان قديم عندي يعني، كان موجود في فازه تانية وانا نقلته وحطيتهم فيها. حطيت هنا اهو وحطيت هنا. طبعا الاضاءه طبعا مش مبينه قوي اهو، شكلهم حلو قوي. هيبقى في النهار هيبانوا اكتر لان عندي الضوء بتاع النجفه مش مبين قوي. النهارده فوجئت بيها ان هي بعتهم لي، فبصراحه فرحت قوي قوي قوي. انا لسه طبعا هلمعهم يا جماعه، هم مش متلمعين ان شاء الله باذن الله هلمعهم، لان الرسومات اللي فيهم ديت طبعا بيدخل جواها تراب دايما، لانها بصي الرسمه مفرغه من جوه بصراحه. الرسومات اللي فيها تحفه وهي شكلها حلو قوي قوي جميله. بصوا، فان شاء الله يعني انضفها واعملها بزيت الزيتون المعها فتبقى تمام تمام يعني. فبصراحه فرحت قوي 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 ان هي بعتتهم لي بعد سنين طويله من الطقم الصالون دوت، يعني ده جه لوحده. كنت بصراحه نفسي فيهم لانهم بصوا طبعا مجملين الشكل، خلين الشكل حلو قوي اهو. حطيت واحده يمين كده وواحده شمال وممكن ابقى انقلهم جوه، يعني جوه انا عندي هنا بصوا مكان الارنوب ده، ده علبه مناديل، ممكن احط الفاز واحده هنا وواحده هنا، واحده يمين واحده شمال، يعني بدل علبه المناديل اشيلها تبقى واحده يمين واحده شمال او هنا. يعني قولوا لي رايكم برضو انهي الافضل وانهي الاحلى. اهو حطها هنا. فطبعا بصراحه انبسطت قوي قوي، فرحت بيهم قوي. انا مش قادره اقول لكم هم تقال قد ايه، خشب يا جماعه، تقال جدا 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 يعني. بصراحه فرحت بيهم قوي قوي قوي. بس كده يا جماعه، حبيت ان انا اشارككم النهارده فاميلي لايف كده بسيطه، يوم من حياتي، يوم من حياه مصريه في تايلاند، انا واولادي في تايلاند. بس حبيتكم تشاركوني اليوم دوت، يا رب تفرحوا بقى معايا. ولحد كده يكون خلص الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا كان مشغول عايز يفتح الحاجه ويشوف جوه في ايه، مشغول هو بفتح الحاجه.